الامور باذن الله ممكن تعدي بسلام ومجلس الشعب ينعقد على خير في الموعد اللي تم الاعلان عنه؟ أنا في ظني إنه ده هيتم، ومش بس في ظني، الحقيقة في أملي إن ده يتم، لأنه مصر لا تحتمل يعني فشل هذه العملية الانتخابية، برغم إنه ليس هذا هو المسار الأمثل اللي كان المفترض إن احنا نمشي فيه بعد الثورة. ومش عايز أطيل في هذا، ويكفي إن أنت تعقد مقارنة بس ما بين الحالة في تونس وصلت لفين وإحنا في مصر وصلنا لفين. لكن أيا ما يكون، احنا الآن داخل عملية بالفعل، وفي نص مشوار احنا اخترنا مساره بايدينا، او وصلنا له نتيجه لاسباب كتير، مش ده وقتها، لان احنا مش هنقدر نرجع عجله الزمن لورا. نعم. املي انه تكتمل العمليه الانتخابيه وتنتج مجلس شعب. والحقيقه انه كمان رجائي على كل القوى الوطنيه الكاسبه لهذه الانتخابات ان تتصرف بمنطق عقلاني، ولا تعتقد انه هذا التفويض اللي هيمنحها الحق في السلطة يسمح لها انها تلغي الاخرين. وايضا الطرف المهزوم املي انه يتصرف بروح فيها الكثير من تقديم الوطن على المصالح السياسية الضيقة، ويقبل نتائج الانتخابات، لانه هو ده الف ب ديمقراطية، الاحتكام الى ارادة المواطن المصري. نعم. ثم القبول بهذه الارادة ايا ما تكون النتيجة. ايا كانت النتيجة. ايا ما تكون النتيجة. يعني اتمنى ان ده يتم على خير، وزي ما كان بيقول سيادة اللواء نتمنى ان احنا قبل 25 يناير يكون عندنا برلمان كلنا سواء فايزين او مهزومين في هذه الانتخابات متفقين على انه هذا يعني برلمان يعبر عن إرادة نعم. نعم. الناخب المصري. وفي هذا الاطار املي انه ده يسبق 25 يناير. وانا عارف سيادة اللي هو بيقول الذكرى السنويه، انا املي كان ان تيجي المناسبه بتاعت 25 يناير عشان نتكلم بالعيد الاول للثوره، مش الذكرى الاولى للثوره، لانه حتى استخدام المصطلحين دول ليهم دلاله حتى نعم. الان في ذهن الكثيرين، خاصة الكتلة اللي قامت بالثورة، انه دي الذكرى السنوية، ما هوش العيد لسه ما هوش العيد. وان شاء الله ان شاء الله يجي الوقت اللي نحتفل بيه جميعا بالعيد، اعياد الثورة المصرية العظيمة. سيادة اللواء